السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة معانا التحديث الجديد فيرجن 9، وفي شوية أخبار كده ومفاجآت كبيرة جدا خلال الفيديو. وفي نهاية الفيديو هنقول لكم المجمل بتاع الإضافات الجديدة اللي تم إضافته في التحديث الجديد. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة هنتكلم عن فيرجن 9 التحديث الجديد. مبدئيا قبل أي حاجة خالص احنا قلنا هنسيب الإصدارين شغالين فيرجن 8 وفيرجن 9 لعند التحديث اللي جاي. يعني التحديث اللي بعد ده هنوقف 8، وهيكون التحديث اللي موجود بعد كده هو فيرجن 10 فقط. حاليا الاتنين هيكونوا موجودين علشان الناس تقدر تستفيد بشكل كبير جدا من خلال الأداتين. مبدئيا هنبدأ نفتح الأداة زي أي أداة بدون أي مشاكل خالص، علشان نبدأ نتعرف على الإضافات الجديدة وإزاي نقدر نتعامل بطريقة سهلة جدا. زي ما حضراتكم شايفين دي صفحة اللوج إن، وكمان الناس اللي مفعلة معانا في فيرجن 8 أو قبل كده مش هتحتاج تسجل من جديد. كل اللي هتعمله أول ما تفتح الأداة هتلاقي بيانات التسجيل ظهرت لوحدها. كل اللي مطلوب منك هتضغط لوج إن فقط، يعني مش هتكتب اي حاجه، هي هتجيب بياناتها من السيرفر وهتشتغل معاك بصوره طبيعيه. زي ما حضراتكم شايفين بالظبط الاداه بتفتح بالواجهه اللي قدام حضراتكم. هتلاقي طبعا البريد الالكتروني بتاعك، وهتلاقي كل المعلومات ظاهره بالشكل الواضح قدام حضراتكم. مبدئيا الاداه زي ما حضراتكم شايفين هنروح على قائمه براند اللي هي موجوده دي، هنضغط عليها هنلاقي عندي ميديا تك وكوالكوم واس بي دي واس بي دي دياج وام تي كي بيتا. اول ما اختار الميديا تك كده يبقى اصبحت الاداه كلها ميديا تك. تمام، يعني بمعنى اوضح شويه، يعني لو انا اخترت الام تي كي هيكون كل الاجهزه اللي موجوده هنا ام تي كي زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. فهيكون كل الاجهزه اللي هنا ام تي كي، سواء بقى فيفو اوبو كده. لو جينا اخترت كوالكوم يبقى اصبحت كل الاجهزه اللي موجوده هنا كوالكوم بنفس الشكل ده، علشان الناس تكون فاهمه ان انت لازم تغير البراند من هنا او المعالج اللي انت هتشتغل عليه علشان يحولك للمعالج بتاعه وتقدر تشتغل بسهوله وبدون اي مشاكل. طيب مبدئيا الام تي كي طبعا القائمه تم تحديثها بشكل كامل. تم دعم معالجات كتير جدا وحمايات وعمليات كتير جدا. اول حاجه عندنا طبعا قائمه فلاش. انك تعمل سوفت وير بالطريقه الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها. وبعد كده عندنا قائمه انلوك اللي فيها الموديلات زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده عندنا قائمه يونيفرسال اللي هي جنب فلاش على طول، هنختارها كده هتلاقي فيها كل العمليات بتاعه الوان كليك. زائد ان تم اضافه ازاله الديمو من اجهزه انفينكس وتكنو زي ما حضراتكم شايفين. تم اضافه ازاله الديمو من اجهزه انفينكس وتكنو. وطبعا كل العمليات اللي احنا عارفينها زي ريد انف قراءه معلومات الجهاز، فك حمايه المعالج، اللوك للبوت لودر، ازاله حساب جوجل من اجهزه سامسونج، عمل باك اب لملفات الان فرام، وطبعا عمل ريستور لملفات الان فرام، وازاله حساب جوجل، وعمل ضبط مصنع. احنا النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن الاضافات الجديده، علشان بعد كده هنعمل شروحات عملي زي ما عملنا في الاصدارات اللي قبل كده. الفيديو بيوضح لك شكل الأداة وبيوضح لك طريقة التعامل، وبعدها بنعمل على كل قسم، يعني الام تي كي بنعمل عليه شرح كامل عملي، الكوالكوم ونفس الطريقة زي ما عملنا في الفيديوهات اللي قبل كده. تمام، بعد كده هنروح لكوالكوم ونفس الطريقة بالظبط، كل العمليات متاحة وتم تحديث كل العمليات. هنلاقي عندنا قسم فلاش وهو ده الطبيعي اللي بيفتح عليه البرنامج. وبعد كده قائمة يونيفرسال وهتلاقي فيها كل عمليات الوان كليك. ولازم برضو يا جماعة ناخد بالنا من حاجة هنا، ان مش لازم تروح تدور على اسم الجهاز علشان تعمل العملية. يعني انت تقدر تعمل هنا والأداة من نفسها هتجيب لك اللودر المناسب وهتعمل لك العملية. يعني تقدر تعمل إزالة حساب جوجل من هنا، مش لازم تروح بقى تختار سامسونج او تختار شاومي او اوبو وتعمل العملية. تمام، فتقدر تعمل العملية دايركت من هنا وان كليك. بعد كده عندنا قائمة وان كليك وفيها طبعا الأجهزة زي ما احنا متعودين بالطريقة الطبيعية. الاس بي دي زي ما حضراتكم شايفين تم إضافة إزالة الاف ار بي وعمل ضبط مصنع بأكتر من طريقة لكل أجهزة الام تي كي. فزي ما حضراتكم شايفين وتم إضافة أجهزة كتير جدا، وبأمر الله هيتم زيادة عدد الأجهزة في التحديثات اللي جاية. هتلاقي ايتل وهتلاقي تكنو وانفينكس وريلمي. معظم الأجهزة الاس بي دي هتقدر تعمل أي عملية محتاج تعملها
سواء فورمات او ازالة الاف ار بي. بعد كده هنروح لوضع الدياج الخاص بالاس بي دي. زي ما حضراتكم شايفين هتقدر تعمل كل العمليات، وهو هو اللي كان موجود في الاداء اصدار 8، اللي كان من خلاله تقدر تعمل ضبط مصنع لاجهزه الاس بي دي كلها بشكل طبيعي جدا وبدون اي مشاكل، وطبعا اجهزه الزراير زي ما احنا متعودين. بعد كده معانا قائمه قويه جدا جدا، وهي خاصه بالام تي كي الاصدار الجديد، والنسخه دي بيتا. النسخه دي داعمه المعالجات دي كلها بدون تيست بوينت. هتلاقي دعم اجهزه كتير جدا جدا بدون تيست بوينت وبطريقه سهله جدا. مبدئيا يبقى احنا عندنا قائمتين او واجهتين خاصين بالام تي كي. الام تي كي القائمه الرئيسيه زي ما حضراتكم شايفين اللي احنا متعودين عليها، والقائمه دي لو اجهزه عاليه او اخذ حمايات جديده هتقدر تشتغل بيها على القائمه الجديده. وعندنا هنا برضو وان كليك، هتقدر تعمل كل عملياتك بضغطه واحده وبدون اي مشاكل زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. هتقدر تعمل فورمات يوزر داتا، هتعمل كل العمليات اللي انت محتاجها لمعظم الأجهزة المدعومة معانا في الأداء. طبعا أنا بحاول أشرح الأداء بسرعة علشان نجيب لكم معظم الحاجات بدون ما نطول عليكم. زي ما حضراتكم شايفين هنروح للقسم التاني اللي هو قسم سامسونج، هنضغط عليه كده هيفتح لي بالشكل ده بالظبط. تمام. بعد كده هروح على كلمة اندرويد، كده فتح لي كل حاجه خاصه باجهزه سامسونج التعامل الطبيعي بقى. اول حاجه طبعا الاي دي بي زي ما حضراتكم شايفين، ريموف سامسونج اكونت، تفعيل ال 4 جي على الاجهزه سامسونج، تفعيل ال 4 جي على اجهزه سامسونج، عمل انيبل للابديت او تفعيل التحديثات، وتقدر برضو توقف التحديثات، تقدر تغير ملفات السي اس سي، تقدر تعمل كل العمليات المتاحه عن طريق الاي دي بي والروت. الام تي بي وهو قوي جدا بامر الله، هتقدر تعمل ريد انفورميشن قراءة معلومات الجهاز، دخول وضع الداونلود، عمل ضبط مصنع. طبعا احدث اصدار من تفعيل وضع الاي دي بي اللي هو نجمة شباك زيرو، نجمة شباك. طبعا هتقدر تختار بين السيرفرين اللي يعجبك. هنا هتقدر تختار بين السيرفرين، يا اما الاولاني يا اما التاني. بتجرب الاولاني ما ظبطش بتجرب التاني. في كلا الحالتين مش هيخرج من خلال الاتنين دول الا وانت مفعل الاي دي بي بامر الله وبسرعه كبيره جدا. الفكره كلها يا جماعه الفيديو ترحيبي للاداء. الفكره كلها يا جماعه ان الفيديو ده بنقدمه توضيحي للاداء، وهنعمل زي ما عملنا في الاصدارات اللي قبل كده، ان كل معالج هنعمل له يوم كامل او فيديو كامل نشرح كل العمليات اللي فيه بطريقه سهله جدا، وهتتفاجئوا من سرعه الاداء في تنفيذ الاوامر بشكل احترافي جدا. طبعا تقدر تعمل بعد كده تقدر تعمل ازاله للام دي ام لاجهزه سامسونج. وطبعا فتح المتصفح اصبح قوي جدا جدا. بتختار المتصفح اليوتيوب مثلا وتكبر كده عشان يظهر معاك الام تي بي براوزر علشان تشتغل معاك بصوره طبيعيه، وهيشتغل معاك على جميع اجهزه الاندرويد. بعد كده هنروح لوضع الداونلود، وهتلاقي طبعا كل العمليات الخاصه بيه، ريد بت، قراءه معلومات الجهاز، اصلاح، ارسل للناند نفسه، وتقدر تعمل ازاله للاف ار بي لاندرويد 5 و6. عندك طريقتين تقدر تشتغل بيهم على جميع الاجهزه، عندك طريقتين تقدر تشتغل بيهم على جميع اجهزه سامسونج. المجمل العام في الاداء بتاعتنا او التحديثات ان تم دعم معالجات كتير جدا، وده اهم حاجه. تم اصلاح سرعه الاداء بشكل كبير جدا جدا. تم اضافه لودرات ودعم معالجات كتير جدا. تم اضافه قائمه الاس بي دي 1 كليك. فالاداء لما تشتغلوا بيها هتلاقوا تطور كبير جدا جدا وتحسين في الشغل بشكل عام وبشكل قوي جدا جدا. فبكده النهارده يكون قدرنا ان احنا نوضح لكم بس بعض العمليات اللي موجوده في الاداه بتاعتنا. فطبعا الفيديو ده لو نزل على اليوتيوب فمعناها ان احنا شغالين دلوقتي في الفيديوهات العملي علشان الناس تقدر تشتغل بصوره طبيعيه وبدون اي مشاكل. في مفاجاه قويه جدا جدا في الاداه، طبعا هقولها للناس المشتركين معانا على جروب الواتساب. وبكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.